فيلم سمايل 2022 انا من الافلام اللي لما شفت الاعلان بتاعها توقعت ان هي ممكن تحقق نجاح متميز جدا لو هو طلعها بمستوى معين من الاتقان، لان الفكره اللي هو بيلعب عليها دي لو اشتغلنا عليها كنمط من الانماط اللي بتستخدمها افلام الرعب في حاله انتاجها بطريقه جيده فهي هتحقق نجاح كبير جدا. تعال اشرح لك الفكره دي. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. فيديو جديد من فخ فيلم هتكلم فيه عن فيلم سمايل، الفيلم اللي ويا للحظ حقق نجاح كبير جدا 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 رغم ان هو بيفتقد حاجه مهمه جدا جدا جدا. ولكن تعالى بقى نحكي كده باختصار شديد. الفيلم هنا بيدور عن الطبيبه دكتور روز كوتر اللي بتعمل في مجال التحليل النفسي والتعامل مع المشاكل او المعضلات النفسيه اللي عند الناس اللي ليهم سجلات اجراميه او المتورطين في قضايا بيتناولها البوليس. وهنا بتقع مع حاله شديده الغرابه والرعب ان هي بتلتقي بمريضه ومتهمه معينه كده في المستشفى، واثناء حادثها بتقوم بالانتحار ولكن بطريقه مرعبه جدا من خلال رسم ابتسامه شديده الرعب، ودي الابتسامه اللي احنا بنشوفها على البوستر واللي عارفين الفيلم كله قايم على فكرتها. وهنا بيبدا التورط الحقيقي للدكتوره روز، لان بتكتشف بعد كده ان الموضوع ده ما هوش خارج عن سياق حاجه معينه ولكن ده ضمن سياق مجموعه كبيره من الجرائم او حالات الانتحار اللي الناس بترتكبها، وكلها مرتبطه بفكره الابتسامه المرعبه اللي الناس بتبتسمها. ازاي؟ بتكتشف ان في تتابع كبير من حالات الانتحار اللي هي كلها ظهرت عليها نفس الاعراض، فكره الابتسامه اللي بتظهر ومجموعه من الهلاوس اللي بتعتري الناس دي. وبمزيد من البحث بتكتشف ان حصل بريك او عمليه قطع في السلسله او التواصل الموجود ده نتيجه حاجه معينه، وهكذا بتستمر في البحث لانها دايما بتشوف حاله من الهلاوس او الكوابيس او الحاجات المرعبه اللي بتطاردها. وبتكتشف مع الوقت ان في ما يشبه الكيان هو اللي بيقوم بدفع الناس لارتكاب مثل هذه الجرائم. تستمر رحله بحثها ولكن في نفس الوقت تورطها في عدد من الجرائم او المشاهد المثيره اللي بيتتبعها البوليس، وفي نفس الوقت بتاثر على مسارها كدكتوره. ومن هنا بتلاقي نفسها قصاد طريق مسدود من خلاله بتحاول توصل هل انها تستطيع كسر هذه اللعنه والنجاه بنفسها وحمايه حياتها وحمايه الكارير بتاعها، ولا هي هنا هتقع ضحيه للابتسامه المرعبه. طيب بدون حرق مزيد من التفاصيل عشان اكتر من كده ابقى انا بحرق في الفيلم. الفيلم كان من بطولة سوزي بيكون واخراج باركر فين ومن كتابة باركر فين نفسه. باركر فين ملوش تجارب مشهورة قبل كده، ولكنه عمل حاجة هنا غريبة جدا في الفيلم ودي اللي انا احكيها كمان شوية. ولكن خلينا نتكلم الاول على الاداءات التمثيلية. اداء معظمها جيد وربما مقبول لحد كبير، في اطار ان البطل هنا نفسه هو القصة او الفكرة المرعبة اللي قايم عليها الفيلم اكثر من الاداء. وبالتالي اداء الممثلين لما اعبر لك الموضوع ده انا شايف ان هو مفيش اداءات متميزة جدا، ولكن الدنيا مقبولة ومن خلالها بيقدروا يمرروا لك الفكرة اللي هم عايزين يوصلوها. طيب انا ليه كنت بقول ان المفروض ان قصه الفيلم ده قابله للنجاح بدرجه عاليه جدا لو هي اتنفذت بشيء من الاتقان الى حد ما؟ ليه؟ لان فكره ان انت بتلعب في افكار الرعب او في انماط الرعب ان انا بستخدم مظهر او علامه او نمط من الحاجات اللي بتثير ارتياح الناس واحولها لمضاد فكري للرمز اللي بترمز له هذه العلامه، فهي غالبا الموضوع ده بيبقى ناجح جدا. انا ما بقولش كلام معقد خلاص، لا الموضوع باختصار. لو انا بجيب رمز او رموز من الراحه او السعاده او الاطمئنان او الامان واحوله لعكس كده تماما، فبالتاكيد الموضوع ده هيثير رعب شديد جدا. بامثله بسيطه انت هتفهمها. لو انت بتتكلم عن الاطفال، لو الاطفال اللي هم رمز البراءه، ففي نفس الوقت انا لو هتكلم عن الطفل ده ان هو مصدر خطوره او مصدر رعب، فده يبقى فكره رعب متميزه ومرعبه فعلا. عندك افلام تشيلدرن اوف ذا كورن، ذا اومن، اظن انت هتلقط فكرتي. خدها بقى على حاجات تانية. السيده عجوز طيبه الملامح لما تحطها انت مثلا في فيلم زي فيلم ميزري، قصه الفيلم ده لما بتتعمل بدرجه جوده معينه بتاكد لك ان القصه هتكون مرعبه جدا لو اتقدمت. مهرج لطيف هو رمز للضحك والمرح والكلام ده كله، لما احطه في صوره مغايره او ان هو مصدر رعب زي فيلم ات فبالتاكيد الموضوع هيبقى مرعب جدا. الامومه بحنانها برمزيتها لما باخدها انا وابتدي احطها كمصدر شك او مصدر خوف زي فيلم ران او زي فيلم مامي، فانت بالتاكيد هتفهم ازاي انا كل المصادر دي اللي هي بتوحي بالامان، الراحه، الطمانينه، المرح، السعاده، لما انا احولها لمصدر خوف، فالفكره لما بتتنفذ باتقان عالي جدا بالتاكيد هتوصل لدرجه نجاح عاليه جدا. هو هنا لعب على الفكره دي، فكره الرمزيه بتاع الابتسامه اللي المفروض ان هي مصدر للراحه، مصدر للسعاده، لكن مع الوقت وانت بتتفرج على الفيلم مع المظهر المرعب
اللي ظهر بيه الممثلين، فالموضوع فعلا بيتحول لك لمصدر قلق وربما مصدر رعب، ان انت مجرد بتشوف الابتسامه دي على طول بتتحول الى حاله من التوتر. فدي هي دي فكره الاتقان، وهو نفذها في الفيلم هنا بدرجه جيده جدا. اي نعم ملاحظاتي على الفيلم ان هو استخدم فكره المؤثرات الصوتيه بصوره زياده عن اللزوم احيانا، لدرجه ان احيانا كانت بتبقى الموضوع اوفر في بعض المشاهد. الاعتماد على فكره المشاهد المفزعه والجامب سكيرز كان زياده هنا، رغم ان هي افلام الرعب اخيرا بدات تتجه ان احنا ما بنعممش الموضوع ده، وبعتمد على الرعب اللي هو التصاعدي وفكره الضغط النفسي، وكان ده اسلوب قديم شويه، لكن هو رجع في الفيلم هنا للاستخدام، ولكن الموضوع كان اوفر بصراحه. كذلك كان في نقطه غريبه جدا هو لعب عليها في الفيلم ده، ان الفيلم ده شرح لك هاو كيف العمليات تتنقل ازاي، بتحصل ازاي، لكن في اسئله اساسيه هو ما شرحهاش خالص. انا مش عارف هو كان عنده ثقه ان هو هيعمل اجزاء تانية. هو غالبا طبعا في افلام تانية هتتعمل للقصه دي، لان ماده القصه فيها مساحات كبيره جدا ما اتشرحتش. النقطة المهمة ان هو طبعا مع النجاح العالمي الجبار اللي عمله، هو تقريبا متكلف حوالي 20 مليون دولار ومحقق على مستوى العالم 200 مليون، فده نجاح خارق يؤكد لك ان هم هيعصروا السلسلة دي بعد كده، واتمنى ان هم يعملوها بطريقة جيدة. ولكن في اسئلة مهمة جدا في الفيلم هو ما جاوبش عليها خالص، ما تطرقش اليها خالص، فانا مش عارف هي كانت فكرة الكاتب ان انا كده هعمل افلام تانية، كان جايب الثقه دي منين يعني، او ان هو متاكد ان هيحصل نجاح وبالتالي يعملوا اجزاء تانية ازاي. لكن مصدر اللعنه جاي منين محدش يعرف. اللعنه كيف يتم القضاء عليها بصوره تامه مش بصوره مؤقته زي ما هو كان ظاهر في الفيلم، ده هتحصل ازاي؟ ودول سؤالين اساسيين جدا في الفيلم، لكن هو ما اهتمش بالاجابه عليهم. كل اللي اهتم بيه هو فكره ان هي ازاي بتمر من شخص للتاني، وده كان اختياره في روايه القصه نفسها. الفيلم من افلام الرعب المسليه بصراحه انت بتتفرج عليها، القصه مثيره بتشدك ان انت تتتبع رحله الدكتوره، ازاي هتوصل للحقيقه، ازاي هتكتشف الموضوع بيمشي ازاي هتقدر تدور على طريقه تتخلص بيها من اللعنه اللي بتحصل دي. فطريقه الروايه وتسلسل الفيلم كان معقول جدا. وبالتالي باختصار عشان ما اطولش عليك، الفيلم لو انت عايز تتفرج على فيلم رعب مسلي فهو الفيلم فعلا مسلي لحد كبير، حتى رغم اللي هي النقطتين الملاحظتين بتوعي على الفيلم، لان ده مش هيمنعك ان انت تستمتع بالفيلم بصراحه لو انت بتحب النوعيه دي من افلام الرعب. وانا شخصيا اعتقد ان في فيلم قريب جدا هيظهر كجزء تاني بيشرح مزيد من الاحداث، او ربما بيفتح مجال جديد، مساحه جديده في القصه، لان القصه اعتقد ان هي فيها مساحات كبيره قوي لم تختبر، وفي كلام كتير ممكن يتقال على الموضوع ده. عامه هنشوف اللي هيحصل، وتمنياتي لكم مشاهده ممتعه. تحياتي.